وصفة بطاطس للسحور تحفة يا جماعة. تعالوا ما نشوف عملنا الجمال ده كله ازاي. احنا جبنا مية مغلية في حلة، وهنحط معلقة ملح، وهننزل ببطاطس مكعبات، يعني مقشرينها ومقطعين ومغسلينها ومقطعينها مكعبات زي ما انت شايفة كده اهيت. خلاص المية غلت هننزل بيها اهي. هنقوم سايبينها بقى، مفيش مش هتاخد 10 دقايق يعني يا دوبك، يعني ايه تبقى مستوية، بس الا يعني سيبوها يعني 3/4 سوا كده تمام. فسيبوا فيها ايه يعني حبة تستوي، لان لسه هنحطها على النار تاني. يعني ايه 3/4 تسوية كده تمام. هنغطي عليها وهنسيبها بقى تستوي. هي كانت استوت معايا يعني زيادة عن كده، لا لان هي البطاطس ما شاء الله حلوة ومرملة، فاستوت على طول. هنطلعها بقى كده من المية وهنصفيها، يعني هنصفيها يعني من المية السخنة، وهنطلعها في يعني نحطها في مية باردة، بحيث ايه ما تزودش يعني لو اتسابت في مية السخنة وهي سخنة كده على بعضها يعني ايه هتزيد في السوا بتاعها اكتر. حط يعني عليها مية كده اغسليها. بس هنشيل بقى الحلة ديت وهنجيب المقلاية الجميلة بتاعتنا، إيه وهنحطها على النار زي ما انت شايفة كده. خلاص بقى احنا صفينا البطاطس كلها. انزلي بقى بمعلقتين زيت في المقلاية ومكعبين زبدة. ماشي، مش عندك زبدة حط سمنة عادي، مش عندك لا سمنة ولا زبدة حط زيت، بس كده اكتفي بالزيت مش مشكلة عادي برضو. متقفش على حاجة، ما يعني ما فيش حاجة بتقف علينا، اي مادة دهنية حطيها. ماشي. هيسيحوا كده بقى. وهي وصفة النهاردة هي بطاطس متبلة في تتبيلة، يعني هتنزلها في تتبيلة بسم الله ما شاء الله. هتودي طعم البطاطس المسلوقة دي، مش هتحس انها مسلوقة وهادية، لا مقلية بقى في الزيت ولا تتعب صدرك ولا كلام من ده، لا. مش حامية خالص ما شاء الله، جميلة. في السحور كده بتبقى حاجة باردة كده وطعمها حلو، طعمها حلو حلو قوي والله، جميلة. ماشي. دوبي بقى الزبدة كده وانزلي بالتوابل الجميلة بتاعتنا، ومع الفصين توم نزلت بفصين توم الأول اهوت. هشوحهم بس كده مع الزيت والزبدة بس. وانزلي بقى عليهم بحبة كزبرة وفلفل أسمر وكمون. ولو عندك بابريكا حطي، لو بابريكا مدخنة هتبقى أحسن برضو. براحتك بقى حط، عندك بهارات للبطاطس نفسها حطيها. عندك عايزة تحط كاري، عايزة تحط كركم، براحتك. هي يعني هي بطاطس متبلة، تتبيلة بقى اللي تعجبك انتي. تمام. انزلون بس كده ريحتهم بقى بس تطلع كده مع سخونية السمنة والزيت والزبدة كده، وخلاص. وهتنزلي بالبطاطس، شايفة ما شاء الله. انزلي بقى بالبطاطس المكعبات اللي مسلوقة 3/4 تسوي، 3/4 يعني واخدة 3/4 سوا. ماشي. وقلبها بقى كده بالراحة عشان ما تتهرش منك. قلبي بقى زي ما انت شايفة كده. التتبيلة دي بقى ودت البطاطس في حتة تانية خالص، انسي بقى ما هيش طعمها مسلوق، ومهاش متحمرة في الزيت برضو. فهي مفيدة كده كاملة متكاملة كده بالتوابل وطعم البطاطس الجميل أصلا. انزلي بقى بفلفل مكعبات كده. يعني انا حطيت بس حتة قرن شطة صغيرة حمرا كده، بحيث ده سحور يعني علشان ما يبقاش حمي. ونزلت بفلفلاية رومي، وحط بصلاية يعني لو في اخضر يفضل. ما عندكيش بصل اخضر عادي، اكتفي بالبصل الاحمر اللي عندك. مكعبات كده صغيرة، وقلبي كده بالراحة من تحت لفوق. و يعني طعمها حلو قوي 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 قوي. وانزلي بحبة ملح كده كمان وحبة فلفل اسمر. هي بصي هي متبلة، بطاطس متبلة يعني. يعني التتبيلة دي حط بقى اللي يعجبك واللي يريحك. إيه ما شاء الله، مودية البطاطس في مكان تاني خالص، طعمها حلو قوي ومفيدة، كلها فوايد ما شاء الله. عايزة مثلا توسعي كده، يعني مكان وحط بيضة او بيضتين او 3 براحتك برضو. يعني براحتك اشتغلي بقى، ضيفي اي اضافات انت عايزاها وعلى مزاجك براحتك ضيفيها. تمام. بس هننزل بقى بحبة جبنة موتزاريلا كده، هيسيحوا بس كده من حرارة
يعني هنهدي النار خالص عليها علشان بس الجبنة تسيح، وهنقدمها بقى وبالهنا والشفا. اتمنى الاشتراك في القناة يا جماعة. ماشي، هننزل بقى بالجبنة. زي ما انت شايفة كده. صلوا على النبي يا جماعة، صلوا على النبي. طول ما انتوا واقفين في المطبخ بتعملوا اي حاجة صلوا على النبي. انزلي بقى بالجبنة القمر ديت بس، هنغطيها بقى وهنسيبها تبرق على نار هادية جدا. بس هي خلاص كل حاجة مستوية، والتوابل واخدة تحميصة جميلة في الزيت والزبدة، وما شاء الله. مش عايزين حاجة غير ان الجبنة تسيح بس وخلاص. هنغطيها وعلى نار هادية وخلاص. هنقدمها بقى وبالهنا والشفا. الفيديو لو عجبكم يا جماعة واستفدتم جربوها. يعني انتوا مش ما عندكش جبنة موتزاريلا ما تحطيش، بس دوقي بقى طعم البطاطس مع التوابل ديت خطيرة. طبعا كلنا عندنا بطاطس، قدمتها مع جزر وخيار شرايح كده. تحفة يا جماعة. حاجات مفيدة كلها، وحاجات ما فيش فيها حاجات حامية ولا حاجة يعني مقلية في الزيت ولا حاجة. مش تقيلة، أكلة خفيفة وجميلة. حطيت رشة بقدونس كده من فوق. يعني كان عندي حبة في الفريزر. وقمت حطاهم كده. وما شاء الله. بس منظر بس كده، مش يعني مش حاجة أساسية. تمام. شايفة بقى، شايفة شكل البطاطس عاملة ازاي؟ دايبة ومرملة. تحفة تحفة يا جماعة. شايفة الجبنة؟ لأن مش حاطة جبنة، عايزة تحط جبنة أكتر من كده براحتك برضو. جميلة ما شاء الله. وبالهنا والشفا. واتمنى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس اهم حاجة علشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله.